هنتكلم النهارده عن كتاب Eat That Frog أو التهم هذا الضفدع. الكتاب بصورة كبيرة جدا بيتكلم على الإنتاجية وإزاي تزود إنتاجية يومك وإزاي تعالج المشكلة اللي معظمنا بيقابلها، وهي مشكلة التسويف، اللي دايما لما يكون في حاجة مهمة عايزين نعملها في حياتنا نفضل نقول هنبدأ نعملها من يوم السبت اللي جاي، طب من أول الشهر، طب الشهر اللي بعده، طب السنة الجديدة، ونفضل نأجل ونسوف وما نعملهاش خالص في الآخر. طب إيه علاقة اسم الكتاب بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ اسم الكتاب جاي بكل بساطة من مقولة لمارك توين، واحد من أشهر الكتاب في تاريخ أمريكا، بيقول إن أنت لو صحيت في يوم الصبح وأول حاجة عملتها في يومك إنك كلت ضفدع، أكيد هتبقى ماشي بقية اليوم متأكد إن عمره ما هيحصل لك حاجة أوحش من كده. وهنا الكاتب بتاعنا براين تريسي وهو بيكتب الكتاب بدأ يتكلم في نفس الفكرة، بس استبدل بقى الضفدع بأهم وأصعب تاسك أو مهمة المفروض تعملها في يومك، الحاجة اللي دايما بنهرب منها ودايما بنأجلها ودايما بتبقى تقيلة على قلبنا. فبيتكلم إن لو دي أول حاجة عملتها في يومك أكيد بقية اليوم هيبقى سهل عليك جدا، وهتبقى ماشي بقية اليوم حاسس بإنتاجية وحاسس إن أنت عملت حاجة مهمة وعملت حاجة مفيدة، وإن اليوم كان مثمر جدا بالنسبة لك. وده أول سبب بيخلينا دايما نسوف ونأجل الحاجات اللي علينا. يعني بكل بساطة لو انت عندك مادتين المفروض تذاكرهم، مادة سهلة وبتحبها جدا ومادة صعبة وتقيلة قوي على قلبك، اللي بيحصل كالآتي: ان انت كل ما تيجي تذاكر هتفضل تذاكر في المادة السهلة عشان بتحاول تتجنب المادة الصعبة، بتحاول تهرب منها بأي طريقة من الطرق، وتقول بعدين وفي الآخر تيجي تذاكرها بعد ما تكون أصلا قعدت فترة تذاكر المادة السهلة فتلاقي ما عندكش طاقة فتأجلها. فعشان كده أول نصيحة عشان تتغلب على التسويف براين تريسي بيقولها لك في الكتاب ده، إن أنت ابدأ بأصعب حاجة وأكتر حاجة تقيلة على قلبك في أول اليوم وخلصها، وبعد كده هتلاقي اليوم بقى سهل عليك. تاني حاجة بتخلينا نسوف ونأجل الحاجات اللي ورانا هي الكونفيوجن أو عدم الوضوح، إن أنا مبقاش عارف إيه الحاجة اللي أنا المفروض أعملها دلوقتي، أو أبدأ منين، أو إيه الخطوة اللي عليها الدور. وده بيبقى ناتج على إننا دايما سايبين الحاجة كده عشوائية في دماغنا. فكان تاني حل براين تريسي اتكلم فيه هو إن أنت think on paper، فكر في ورق، اكتب أهدافك، اكتب أهداف للسنة كلها، واكتب أهداف لكل شهر وكل أسبوع، وكل يوم لازم تعمل تو دو ليست، لستة بالحاجات اللي انت المفروض تعملها النهاردة وترتبها بالأولوية. دي أهم حاجة لو عملتها هتفرق جدا وهيبقى ليها تأثير كبير في حياتي، ودي بعدها ودي بعدها وهكذا. والنوتة دي أو التو-دو ليست دي تبقى معاك في كل حتة، عشان لو جالك أي وقت حسيت إن أنت مشتت ومش عارف تعمل إيه تطلع النوتة دي وتبص عليها. في دراسات اتعملت في أمريكا بتقول إن 3% بس من الناس هم اللي بيكتبوا أهدافهم، والغريب إن 3% دول هم أنجح ناس في أمريكا. تالت سبب بيخلينا نسوف ونأجل الحاجات اللي ورانا ويومنا يخلص من غير أي إنتاجية هو الديستراكشنز أو التشتيت، الحاجات الكتير اللي بتحصل كل شوية، نوتيفيكيشن، حد يخش عليك، حد يكلمك في الموبايل، صورة تنزل على الانستجرام تخش تبص عليها، قابلك فيديو كده وانت قاعد بتقلب على اليوتيوب تخش تتفرج عليه وعايز تكمل الشغل اللي وراك، كل شوية بتتشتت. فعشان كده النصيحة اللي بعد كده كانت ان انت خلي الورك سبيس او المكان اللي انت بتشتغل فيه خالي نهائي من اي حاجه بتشتتك. لو الموبايل بياخد جزء كبير من تركيزك حطه بره الاوضه وانت بتشتغل، واشتغل تاسك واحده في الوقت، بلاش المالتي تاسكينج، بلاش ان انت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت، عمال بتكلم صاحبك في الموبايل وبتذاكر وبتسمع مزيكا وبتفتح فيسبوك، ده بيخليك ما تركزش في ولا حاجه في الاخر. وطبعا نتيجه لده اليوم بيخلص وانت ما خلصتش الحاجه اللي وراك، فبتاجلها لتاني يوم وبعدين بتاجلها للي بعده وما بتخلص خالص. رابع حاجة بتخلينا نسوف هو ان احنا نحس ان التاسك كبيرة قوي ومحتاجة وقت ومجهود فظاع عشان نخلصها، فده بيخلينا كده ما نخشش عليها بقلب جامد ونحاول دايما نتجنبها ونهرب منها. يعني مثلا لو واحد المفروض ينزل في وزنه 25 كيلو، لو بدأ يفكر في التاسك كده على بعضها هيحس ان هي صعبة قوي ومحتاجة وقت ومجهود وتظبيط اكل ورياضة، فهيبدأ دايما يأجلها ويقول بعدين ان شاء الله بخس. لكن لو بدأ يقسمها لأجزاء صغيرة ويقول الشهر ده أنا هخس بس 4 كيلو، الشهر اللي بعده هخس 3 كيلو، وبدأ يحطها لأجزاء صغيرة ويركز بس في الجزء الصغير ده وينسى الحاجة الكبيرة اللي كانت بالنسبة له متعبة، هيلاقي نفسه كل شهر بيتقدم وبياخد خطوات. عشان كده لما تحس ان التاسك كبيرة قوي ابدأ قسمها لتاسكات صغيرة وركز في الحاجة اللي انت حطيتها لنفسك بس. اخر سبب بقى بيخلينا نسوف ونأجل الحاجات هو ان احنا بنختار وقت غلط نعمل فيه الحاجات دي. يعني مثلا لو انت عايز تبدأ تدخل في حياتك انك تقرأ او انك تروح الجيم، بس دايما يومك بيبدأ انك بتنزل تروح الجامعة او تنزل تروح الشغل
وبتبدا في يوم طويل قوي وترجع اخر اليوم الساعه 8 9 كده عايز تبدا تعمل الحاجات دي. فطبيعي ان انت لو عايز تروح الجيم بعد اليوم الطويل ده هتلاقي نفسك بتكسل وتاجل وتقول طب بكره طب بعده وما بتروحش في الاخر. نفس الحكايه لو جيت تقرا هتلاقي نفسك بتنام اصلا وانت بتقرا. فهنا المشكله انك اخترت وقت غلط. والصح انك تختار وقت يكون طاقتك ويكون الموتيفيشن فيه بتاعك عالي جدا، زي انك مثلا لو بتنزل تروح الشغل الساعه 7 اصحى الساعه 5 روح الجيم واطلع على الشغل، او اصحى الساعه 6 اقرا ساعه وابدا اتحرك على شغلك. اختار وقت صح عشان لو عملت الحاجات دي وانت تعبان وانت مرهق غالبا هتاجلها وتسوفها. وبكده نبقى اتكلمنا على اكتر الحاجات اللي بتخلينا نسوف وحلولها من كتاب Eat That Frog. لو عندك اي حل تاني للتسويف يا ريت تكتبه لنا في كومنت، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي من نفس النوع ده.